بصوا بقى الجمدان، طاسه مكرونه ايطالي. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. بما انها ايطالي اعرفوا على طول اللي جوزي هو اللي عاملها. قطع بصل وحضر الفلفل الاخضر والزيتون ومشروم. تعالوا بينا بقى نشوف هو هيعملها ازاي. اول حاجه حط البصل واداله كده تشويحه، تمام. بعد كده نزل عليهم بالفلفل الاخضر، وحاطط كمان عايزه اقول لكم فلفل حراق فيها. قلب قلب بقى الجمدان ده كله مع بعضه. بعد كده نزل عليهم بالمشروم، تمام. وبعد كده هينزل عليهم اخر حاجه بالزيتون. هنا في حاجه اختياري هو حطها، وهما فصين التوم. لو مش عايزين تحطوهم مفيش اي مشكله، حط فصين التوم وقلب. بعد كده هنحط البهارات، ملح وفلفل اسود وبابريكا وشويه كمون صغيرين. وبعد كده حط شويه زعتر، تمام. بعد كده قلب قلب بقى، وحط كمان بقى اخر حاجه حطها وهي التونه. استغربتوا جدا من التونه، لا ما تستغربوش. حط التونه دي معصوره عليها عصره ليمون بسيطه. بعد كده حط الصلصه بتاعه المكرونه العاديه خالص، وحط عليهم المكرونه. المكرونه بتكون مسلوقه نص سلقه. بعد كده بقى تحطوها في الطاجن او تحطوها في صينيه، وتحطوا عليها من فوق الوش موتزاريلا، وتدخلوها الفرن وتاكلوا احلى مكرونه. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. اهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.